اقتصاد إسرائيل بيقع، النرويج ضربت ضربة موجعة ومش الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. ليه صندوق النرويجي فجأة سحب فلوسه من دولة الكيان بس المدنيين لسه مش لاقيين شربة مية؟ وايه قصة ال 140 ألف جندي اللي دولة الكيان عايزة توديهم القطاع ومش لاقياهم؟ وازاي ان يطلع جنرال من الكيان يقولك يعترف ان هم بيقتلوا في المدنيين والعالم كله واقف ساكت؟ اسئلة غريبة ووراها اجابات اوضح من الشمس. خليك معايا وهنفهم ايه اللي بيحصل بالورقة والقلم. قهوتك وحصلني. اولا كده في سؤال مهم جدا، هو ليه الموافقه على الهدنه بقت مشكله كبيره؟ النتن شايف ان اي هدنه دلوقتي او اتفاق ممكن توديه للمحكمه ان هو يتحاكم ويدخل السجن، فبيحاول انه يبوظ اي صفقه توصل لاي حل، وشايف ان البقاء في المعركه هو اللي هيحميه من المحاسبه. ايه اللي حصل وقت اعلان الهدنه دي؟ في نفس الوقت اللي فيه حماس وافقت، كان في 21 فلسطيني استشهدوا برصاص الاحتلال وهم بيوزعوا المساعدات. تخيل كده مأساة ان واحد رايح يجيب اكل وفي كلام عن هدنة وينقتل. طبعا دي حاجة غير مقبولة وكل العالم واقف ساكت. طب فين وصل جيش الاحتلال دلوقتي؟ الدبابات واقفة بدأت تتقدم من ناحية الجنوب ومعاها غطاء جوي من سلاح الجو للكيان. يعني شكلنا داخلين على فصل جديد من معركة جديدة رغم كل الإعلام اللي بيقول عن التهدئة. هو المقترح الجديد ده اللي اتكلموا عليه ظروفه ايه؟ المقترح الجديد ده تقريبا نفس امريكا كانت بتقوله بنسبة 98%، واللي قدموه مبعوثين امريكان ومصريين وقطريين. بس اللي حصل على الارض عكس كده خالص، ضرب وقصف داخل الدولة الفلسطينية. هو اصلا ايه اللي حصل في حي المواصي وخان يونس؟ اخبارهم ايه؟ كل يوم بيتعرضوا لقصف شديد في الدقيقة اللي انا بكلم حضرتك فيها. يعني لا في هدنة حقيقية ولا مدنيين في امان، والناس بتروح يوميا. بالنسبة للعالم هو مجرد أرقام. فاكرين الطفل اللي قال أنا جعان يا ماما؟ الطفل اللي قال الجملة دي الفيديو بتاعه انتشر في العالم، وكان اسم الطفل ده عبد الله ابو رزيق. عبد الله مات من شويه، مات بسبب الجوع وقله الاكل وقله الميه، مات من ابسط حقوقه اللي اتحرم منها، الاكل والشرب. الكارثه ان في الاف زي عبد الله، بس عبد الله كانت ظروفه جت ان في حد صوره وبالصدفه، بس ما طلعوش ترند لان الموضوع مش جاي على هوا اللي ما يتسموش. طيب في اخبار ايجابيه؟ في اخبار ايجابيه لكن غير مؤثرة على دولة الكيان. لما يطلع صندوق الثروة السيادي النرويجي ان هو يسحب استثماراته من اكتر من 12 شركة اسرائيلية، ده خبر اقتصادي كبير. بس هل ده يهم الفلسطيني؟ طبعا لا. الفلسطيني لا لاقي ياكل ولا يشرب ومتهدد كمان بالقتل. هل هيغير حاجة؟ لا. طب هل ده يفرق ان هو ممكن المعركة دي تقف والمساعدات توصل والناس تعيش؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسأله لبعضينا كل يوم. ان الدولة الاولى في العالم ان هي تاخد موقف دولة النرويج، وكمان تقول لك كمان الاخلاق قبل المال. طبعا مفيش دولة عربية اسلامية عملت الموقف ده نهائيا غير الدولة المصرية اللي بتقول لا للتهجير، ووقفت قدام اكبر رئيس دولة في العالم وقالت له لا، مع رغم كل التهدئات والاغراءات الماليه في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه بتاعتنا في مصر، وان هم هيدفعوا لنا الديون اللي علينا وهيقووا العمله بتاعتنا وهيلمعوا الرئيس بتاعنا قدام الشعب بتاعه. لكن الراجل عشان هو نضيف وايده نضيفه قال لا. سواء تتفق او تختلف معايا، انا بقول لك رايي. لو هنتكلم في سياسه يبقى ندي لكل واحد حقه. طب الهدنه الجديده دي شكلها ايه؟ هدنة لمدة 60 يوم المفروض ان بيتم فيها تبادل الأسرى، ولو الكيان ما التزمش بالاتفاق ده مش هيستلم باقي الأسرى. بس دي نفس الحكاية اللي سمعناها قبل كده، الكيان بيتوعد وطبعا بيملص من اي اتفاق. طيب دولة الكيان عايزة ايه بوضوح؟ النتن عاوز ينهي حماس تماما ويسحب سلاحها ويجيب حد من طرفه يحكم غزة، وعايزين قطاع غزة يبقى بلا جيش بلا سلاح بلا كرامة. طب في حاجة بتحصل جوه إسرائيل؟ في بقى فضيحة كبرى جوه الكيان الصهيوني، بيدور على 140 ألف جندي من جنود الاحتياط
اللي هو بيشتكوا ان القاده مش عارفين وبيعملوا ايه. ففي جندي بيقول انا عندي 22 سنه بموت كل يوم، واحد جنبي عنده 40 سنه سايب وراه اسره ممكن ما يشوفهاش تاني، في معركه غير مقتنع بيها تماما. طب ايه هي بقى التصريحات الخطيره اللي طلعت؟ رئيس الاستخبارات العسكري من دولة الكيان قال صراحة إن كل فلسطيني هنموته قصاده 50 من بتوعنا، راجل وست وطفل، يعني اعتراف رسمي بقتل الأبرياء. العالم بقى ساكت تماما وكأنه بيتلذذ بهذه التصريحات. العالم كله بيتعامل مع التصريحات دي. لو كان الكلام ده اللي قاله فلسطيني كان كل العالم كله هاج واتقال عليه إرهابي، لكن لما جنرال من دولة الكيان يطلع يقول الكلام ده مفيش حد بيتحاسب ومفيش عدالة اجتماعية، وكأن اللي اتقال ده ما حصلش. ممكن يكون شو إعلان. طب إيه المطلوب مننا؟ إن إحنا كمجتمع عربي أو إنساني لازم على الأقل نسمع ونتابع ونشارك ويمكن نحس. مش معقول نكمل حياتنا كده عادي، ناكل ونشرب ونسيب اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. ربنا ينصر إخواتنا ويقدرهم على ما بلاهم ويفك كربهم، اللهم امين. ولا نسالهم غير الدعاء من عند الله. كده اكون وصلت معاك لنهايه فيديو النهارده. مش هوصيك لو عجبك الفيديو انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. سلام.